ازاي تختار المدرب بتاعك صح، خصوصا في مصر لان دي اكتر شغلانه فيها نظم. وما تستغربش ان انا شخصيا اللي بقول لك كده، لان انا عارف ان في ناس كتير قوي حرفيا ما بتقتنعش بالاونلاين كوتشنج، ولو اقتنعت عقبال ما يلاقي المدرب الصح بيلف حوالين نفسه. الاول انا شادي طارق، اشتغلت في جيمات كتير واشتغلت اونلاين كوتش لاكتر من 5 سنين واتعاملت مع فوق ال1000 عميل، فلما اجي اقول لك ازاي تختار مدربك صح انا هجيب لك من الاخر. والفيديو ده ما فيهوش اي طرق تسويقيه لنفسي نهائي، انت لو تعرف تعتمد على نفسك اعتمد. انا نفسي في الاكونت بنزل نصايح لكل الناس عشان تعتمد على نفسها ويكون مدرب نفسه، ولكن بطبيعه الانسان انه طبيعي بيكون محتاج حد فوق دماغه بما فيهم الكباتن، وده اللي يقول لنا ليه بيج رامي عنده كابتن وليه كريس بامستد عنده كابتن. ما هم دول كباتن، هم محتاجين مدربين، محتاجين. طبيعه الانسان انه دايما بيحتاج حد يتابعه وحد يكون فوق دماغه. فلو انت خدت خطوه خلاص وقررت ان انت يكون ليك مدرب ويتابعك، ازاي تختاره بقى؟ اولا في شويه حاجات كده لازم تخلي بالك منها قبل الاشتراك، وفي حاجات لازم تخلي بالك منها بعد الاشتراك. خلينا نتكلم الاول قبل الاشتراك. طبعا بلا نقاش سمعه المدرب واسمه. طيب هل اسمه ده بعدد الفولورز؟ نهائي اوعى تاخد مدرب بعدد الفولورز اللي عنده. يعني مش عشان مدرب عنده مليون فولور يكون اشطر من مدرب عنده 5000 فولور. في مدربين عندها 2000 و3000 فولور ولكن قادرين يوصلوك للهدف ويكونوا ممتازين، ولكن السمعه مهمه جدا. طيب انا هعرف موضوع السمعه ده منين؟ ده بقى تعرفه من حاجات كتير جدا، ابسطها عن طريق ان انت بتاخد فيدباكس عن الناس اللي اتمرنت معاه. طب انت ما تعرفش حد اتمرن معاه، ممكن عادي جدا ان انت تختار اي حد اتمرن معاه ما تعرفوش، تبعت له رساله وتساله عن التمرين معاه وعن اسلوبه وعن متابعته. تشوف دايما الفيدباكس اللي هو بينزلها وهل هو بينزل ترانسفورميشنز ولا لا. وده ياخدنا لنقطه مهمه جدا. انا عايزك بقى بعد ما تقفل الفيديو ده، بص انت هتلاقيني فتحت عينك كده على حاجات كتير قوي. شوف اي مدرب يجي في دماغك، كل المدربين المشهورين، افتح يا باشا الاكونت واتفرج على الترانسفورميشنز. هتلاقي ان حرفيا من 70 ل 80% من المدربين ما عندهمش ترانسفورميشنز. المدرب لو ما عندوش ترانسفورميشنز اعرف ان هو مدرب فاشل مع احترامي، الا لو كان لسه بادئ لان هو طبيعي لسه ما لحقش يعمل ترانسفورميشنز. ولكن لو مدرب في المجال بقاله اكتر من سنه وكل اللي عنده على الاكونت 3 4 ترانسفورميشنز، فدي ريد فلاج لازم تخلي بالك منها. واللي انا عايز اقوله لك ان انت بعد ما هتقفل الفيديو معايا جمع كده الكباتن، اسامي الكباتن المشهوره او الكباتن اللي انت نفسك تشترك معاهم، هتلاقي جزء كبير منهم مش بينزل ترانسفورميشنز. مش عشان الريتش ولا عشان اي حاجه من الكلام ده، لان حتى لو عشان الريتش ممكن تلاقيه عامل اكونت تاني، ممكن تلاقيه عاملها في الهايلايت، ممكن تلاقيه من كل فتره للتانيه بينزل ترانسفورميشن كده، ولكن انه ما ينزلش خالص دي حاجه تخلي بالك منها. لان انت بطبيعتك لما تشوف الكابتن ده وتشوف ترانسفورميشنز لكل اشكال الجسم، التخين والرفيع والسكيني فات والتخين من تحت ورفيع من فوق، ساعتها هتعرف ان الشخص ده فعلا قادر يوصلك لهدفك. تاني حاجه بقى هي علم المدرب، ولكن للاسف في الوقت اللي احنا بقينا فيه ده الموضوع ده ممكن يغفلك شويه. يعني يا باشا انت لو فتحت تيك توك كده وقعدت تقلب، مع احترامي لاي حد على التيك توك، هم حرفيا قاعدين بيعيدوا نفس الكلام. واحد بيطلع بمعلومه بتلاقي الفيد كله اتكلم عليها، ونفضل في الموضوع ده لحد اسبوعين، لحد ما حد يطلع معلومه جديده نقعد اسبوعين نتكلم عن نفس المعلومه تاني. يعني ممكن اكون انا ما عنديش اي معلومات، ولكن انا بشوف في السكريبت لما الاقي 1 و2 و3 و4 بيتكلموا عليه، اخد الفكره اعملها فيديو الناس تشوفه تقول ايه ده، الله ده فاهم، وابدا بقى اقول لك ستيمولس تو فاتيج ريشيو، ميكانيكال تنشن، حلو جدا حلو جدا. طبقت بقى الكلام ده؟ حرفيا ما فيش الكلام ده. ونيجي بقى للنقطه الثالثه بعد موضوع التطبيق. قبل ما تكون طبقته على الناس، هل انت طبقته على نفسك؟ شكل المدرب بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا، ولكن قبل ما تفهمني غلط انا مش طالب منه انه يكون البيج رامي، ولكن يكون شكله فت. ازاي تقدر تقنع الشخص اللي قدامك ان انت قادر تحول جسمه وتحول حياته وانت ما عملتش كده مع نفسك؟ الا طبعا لو عندك مرض او اصابه معينه منعك من ده، فاكيد طبعا مش بنلومك، ولكن انا بتكلم عن الكابتن الطبيعي السليم اللي ما فيهوش اي حاجه. نيجي حاجه مهمه جدا وهي سعر الكابتن. طبعا انت ممكن تفهمني غلط دلوقتي تقول لي على حسب سعر الكابتن، كل ما يكون اغلى كل ما يكون احسن، نهائي. ولكن اقصد سعر الكابتن مقارنه بالماديات اللي معاك. ايوه يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا باشا لازم تشوف كابتن اشتراكه يكون متناسب جدا مع الفلوس اللي معاك، لان انت مش بتشترك مع الكابتن بس، انت بتشترك معاه ولسه هتصرف دايت بلان ولسه هتصرف في حاجات كتير. وده ياخدنا لسؤال مهم، هل الكابتن اللي انا هشترك معاه ده هياخد عني معلومات قبل ما نبدا الاشتراك ويعرف حالتي الماديه ويعرف كل حاجه عني ولا لا؟ فلو لقيت الكابتن انت حولت له فلوس الاشتراك وبعديها بعت لك البروجرامز على طول، ريد فلاج. الكابتن ده محتاج يعيد حساباته، لان الطبيعي جنب الاسئله العامه اللي هو اسمك ايه يا حبيبي، عندك كام سنه، بتحب تاكل ايه، ما بتحبش تاكل ايه، لا انا برضو محتاج اسال انت محتاج تصرف كام في الدايت بلان. يكون كده في سؤال ايه الميزانيه اللي انت حاططها للاكل، ولو ينفع تكون بارقام يكون احسن واحسن. ممكن تقول لي 1000 جنيه في الشهر، ممكن تقول لي 5000 جنيه في الشهر، لان مش طبيعي حد كل اللي هيصرفه على اكله في الشهر 1500 مثلا ومراح انا حاطط له سلمون وسيمون في مي يفطر بيهم الصبح، ده تخلف رسمي. وكذلك العكس، لو واحد فعلا طول عمره متعود ان هو ياكل سلمون الصبح مع البيض وبالليل نص كيلو لحمه ومقتدر ما شاء الله والدنيا حلوه، اكيد مش هشقيه معايا واقعد اكله ترمس وفاصوليا والكلام ده. وبعد يا باشا ما ياخد كل المعلومات عنك ويعرف حالتك الماديه، ومحتاج برضه يعرف شويه معلومات ثانيه. وانا بصراحه هقراها لك من الموبايل لان ده الفورم اللي انا بقدمه للكلاينتس عندي، فعشان نسهل على بعض الموضوع هبدا اقول لك لازم يكون بيعرف هل انت بتعاني من اي اصابات، هل بتعاني من اي امراض مزمنه، هل بتاخد ادويه حاليا. اولا بالنسبه للاصابات عشان لما اجي اعمل اي ورك اوت بروجرام يكون في الاعتبار الاصابه اللي عندك دي.
موضوع الامراض المزمنه وموضوع الادويه الحاليه ده عشان لما اجي اعمل لك الدايت بلان، يعني عشان احط في اعتباري ان الدواء ده فيه كورتيزول مثلا، احط في اعتباري ان الشخص ده بياخد مثلا ادويه مضادات اكتئاب ودي ممكن تسبب ووتر ريتنشن. وبرده من الاسئله المهمه اللي لازم تسالها، انت عندك حساسيه تجاه اكل معين؟ وطبعا في اسئله تقليديه جدا زي في اكل مستحيل تاكله، طب في اكل معين حابب انه يتحط في الدايت حتى لو انت مش شايف انه صحي. خلينا نعرف اهم حاجه ان انت تكون مجمع معلومات عن الشخص اللي قدامك. صدقني انت ككابتن كل ما تلم معلومات عن الكلاينت كل ما يكون البروجرام كاستمايزد 100%. وبرده محتاج اعرف لو قبل ما تشترك معايا لو انت كنت عامل دايت كنت ماشي على كام كالوري. طيب ليه السؤال ده؟ عشان افرض واحد يا باشا جه اشترك معايا وكان بيوالك وبياكل 5000 كالوري، وانا اول ما شفت صوره وكده قلت لا الشخص ده لازم يبدا يعمل كاتنج وانا ما اعرفش اي حاجه عنه. هل من المنطقي احنا منزله ل 2000 ونص سعره وهو كان بياكل 5000؟ دي بقى حاجات مهمه جدا. اوصف لي يوم من ايامك مع الاكل من اول ما بتصحى لحد ما بتنام. انا عايز اشوف روتينه، عايز اشوف بيفطر الساعه كام، عايز اشوف بيعمل ايه في حياته ويعمل ايه في حياته. ده ياخدنا للسؤال اللي بعده، اوصف لي يوم من ايامك بتعمل ايه من اول ما بتصحى لحد ما بتنام بعيدا عن الاكل. ومعنى ان اكون عارف عنك كل التفاصيل ده مش معناه ان انا اكون عارف انت بتنام على جنبك اليمين ولا جنبك الشمال، ولكن اكون عارف انت بتتمرن امتى في اليوم عشان على اساسها اوزع الكارب على مدار اليوم، واكون عارف انت بتنام امتى وبتصحى امتى والريكفري معاك عامل ازاي، والاكل اللي على طول متوفر في البيت واللي سهل يكون موجود. لان انا وانا بعمل لك دايت بلان لو حطيت لك اكل صعب ان انت توفره كل مره هتتقدر وهتضطر تبوظ بسبب ان الاكل ده مش موجود. او لو مثلا في اكل انت مش بتحبه زي الجبنه القريش وانا طبعا ناسي او مش باعت لك فورم مجمع فيه كل الداتا عن الكلاينت، فهتلاقيني ان انا كل ابديت بحط لك جبنه قريش وترجع تقول لي يا كابتن انت نسيت ولا ايه؟ ما انا مش بحب الجبنه قريش. اقول لك معلش يا حبيبي نسيت، فاخد يومين عقبال ما ارجع اعمل ابديت وابعتها لك. ما انت ككابتن انت في حل عن كل ده. ويجي بقى سؤال مهم جدا، ايه عدد الايام اللي تقدر تنزل الجيم فيه في الاسبوع؟ وده سؤال مهم عشان الشخص يلتزم. لازم تساله هو اصلا عنده المقدره انه ينزل كام يوم، ولازم يكون هو قوي صادق مع نفسه. يعني هو مثلا بيكون عنده شغل وعنده حاجات كتير جدا وما بيكونش فاضي ومتجوز وعنده عيال وحوارات كتير، فمثلا كل اللي يعرف ينزله من يومين لثلاثه. فانت ككلاينت خليك منطقي جدا وانت بتختار عدد الايام، بلاش العاطفه والحماسه تاخدك كده وتقول بص انا هنزل الاسبوع كله. وانت ككابتن يا ريت تلتزم بعدد الايام اللي هو هيديهولك، لان بكل بساطه الكلاينت لو كتب لك في الفورم ان هو عايز ينزل 3 ايام ولا كاتب له 5 ايام كده مش هيلتزم، كده هيحس بعدم مصداقيه وممكن اصلا يشك في ان البروجرام ده مش كاستمايزد ليه اصلا. تقدر تعمل فورمه عنيفه جدا 3 ايام، تقدر تعملها ب4 ايام تمرين في الاسبوع، تقدر ب5، تقدر ب6، رغم ان انا ما بفضلش 6. تمام. من الاسئله المهمه جدا ان انت ككلاينت لازم تتسالها نظام تدريبك الحالي ايه وتحب تغير نظام التمرين ده ولا لا. ليه بقى السؤال ده مهم جدا؟ لان انت ككلاينت ممكن تكون بتحب نظام التمرين ده جدا، بوش بول ليجز، ارنولد بقى، ابر لور، فانا ليه ككابتن اغيره لك؟ مع ان حرفيا نظام التمرين ده شيء سطحي جدا. المهم اللي جواه، اختيارات التمارين، الفريكوينسي، ترتيب التمارين، الفوليوم اللي هحطه لك، كل الكلام ده ممكن اظبطه بنفس نظام التمرين اللي انت بتحبه. لو الكلاينت قال لي يا باشا والله انا بحب ارنولد في بوش بول ليجز، انا مش بغيرها، انا بخليها ارنولد في بوش بول ليجز برضه، ولكن باللمسه بتاعتي بالتاتش بقى بتاعي. ابدا بقى اشوف التمارين، اختيارات التمارين، وكل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده. وفي اخر الفورم كده بكون كاتب سؤال، هو مش سؤال بس تقدر تضيف هنا اي تفاصيل حابب تتكلم فيها عن حياتك او يومك او حتى عن التمرين. هتقول لي يعني هو انت عندك الوقت ان انت تسمع كل ده؟ ده في ناس بتكتب بال10 سطور وبال15 سطر وفي ناس بتكتب لي صفحه. الكلام ده بيحصل والله العظيم. ولكن هرجع اقول لك حاجه واحده، كل ما هلم معلومات عن الشخص اللي قدامي كل ما يكون الموضوع كاستمايزد اكتر وهكون ملم بتفاصيل حياته اكتر. وده هيساعدني في حاجتين، اول حاجه انه يشوف خدمه لو هي هتكون 10x هتكون 100x، لان انا حرفيا اكنه واحد عايش معاه وعارف عنه كل حاجه وبظبط له اموره. وتاني حاجه ممكن يكون عايز يضيف حاجه انت ما سالتش عليها اصلا، ما انت اديته فرصه ان هو يسال عليها. فده بالنسبه للاسئله ان انت ككلاينت المفروض تكون مستنيها من الكابتن. مش شرط تكون هي بالظبط، ممكن تكون اكتر ممكن تكون اقل، ولكن انا حاطط لك كده الجايد لاينز. نيجي بقى لحاجه مهمه بعدها، هل الكابتن هيتابع معايا بنفسه ولا في فريق؟ طب هل ده احسن من ده؟ الاثنين حلوين جدا ولكن على حسب الهدف اللي انت عايزه. لو انت عايز ناس تتابعك بس ويكونوا فوق دماغك ومتابعين دايما التطور ففريق هيأدي الغرض مش لازم الكابتن شخصيا. الحاله دي ممكن تتجه لاي شركه من شركات التدريب الاونلاين، هيكون معاك تيم دايما بيتابعك وتكون الدنيا كويسه جدا. ولكن انت لو بتحب ان الكابتن يكون هو اللي بيتابعك شخصيا ففي الحاله دي ممكن تتجه لاي كابتن بيشتغل بشكل منفرد زي كده وبيتعامل مع العملاء كلها بشكل شخصي. فده على حسب انت عايز ايه. حاجه بقى مهمه جدا لازم تكون عارفها قبل ما تبدا تشترك معاه، انا هيترد عليا في خلال قد ايه. ودي مهمه جدا 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 جدا. ممكن يكون كابتن موفر اكتر من باقه وده اللي انا عامله على حسب اللي الناس عايزاه. لو انت يا باشا شخص مش عايز حد يكون فوق دماغك كل يوم ولكن انت عايز حد يكون بيتابع معاك التطورات اول باول، في باقه اسبوعيه بنتابع يوم في الاسبوع. ولكن لو انت عايز حد معاك بيطمن عليك بشكل يومي في باقه الرد فيها بيكون في خلال 24 ساعه. ولكن لو انت عايز حد فوق دماغك بالثانيه في باقه برضه لده. فانت ممكن تسال الكابتن انا الرد عليا يكون في خلال قد ايه؟ هل انت عامل باقات ومقسمهم ولا هي باقه واحده؟ طب لو باقه واحده في خلال قد ايه عشان اكون عارف، عشان ما تجيش يا باشا بعد ما تدفع الفلوس تلاقي نفسك قاعد بتكلم نفسك والكابتن يرد عليك بعدها باسبوع بعدها ب10 ايام، بعدين تطلب منه ابديت يعمله لك بعدها ب10 ايام، وعقبال ما تكونوا عملتوا اول تشيك ان ولا تاني تشيك ان يكون ال3 شهور خلصوا وانت حرفيا ما استفدتش اي حاجه. وبعد ما عرفت هو يرد عليك في خلال قد ايه ممكن تعرف منه الابديتس هتتعمل في خلال قد ايه. فلو مثلا انتوا عندكم تشيك ان النهارده وبعت له التشيك ان هيعمل لك الابديت ده في خلال 24 ساعه ولا في خلال اسبوع. طبعا انت ممكن تحس ان ده سؤال تافه جدا، ولكن في عملاء كتير جدا لما بيجوا لي ويشتركوا معايا بيكون مع مدربين سابقين بيقول لي انا كانت بتقابلني مشكله هو ان الابديت ممكن ياخد اسبوع ممكن ياخد 5 ايام. فتخيل يا باشا ان انت تبعت له التشيك ان النهارده وبعد اسبوع يبعت لك الابديت اللي انت هتمشي عليه، فاكيد مش هتكون احسن
احسن حاجه يعني. ايه بقى الحاجات اللي تخلي بالك منها بعد ما تشترك مع مدرب؟ هي حاجات صغيره جدا ولكن فعلا هتوضح لك هل الكابتن ده اهم حاجه بالنسبه له الفلوس، ولا هو فعلا عايز العميل يستفيد وعايز يطلعه باحسن نسخه من نفسه. هل الاهتمام بعد الاشتراك قل ولا لا. هل الكابتن ده لما بتساله على حاجه بيشرح لك وباستفاضه ولا لا، لان في كباتن كتير قوي ما بتحبش تشرح للكلاينت اللي قدامها احنا بنعمل ده ليه او ده ليه او ده ليه، لان هو مش عايز الشخص ده يعتمد على نفسه. ولكن ده مش معناه ان انت تشتغل زن فوق الكابتن، يا كابتن احنا عملنا دي كده ليه، يا كابتن احنا عملنا دي كده ليه، يا كابتن احنا عملنا دي كده ليه، لان الكابتن برضه انسان، احنا بشر. فكده اوصل لمرحله ان انا هتعب من كتر الاسئله. فالاهم ان انت تكون واثق في اللي الكابتن عامله لك، ولكن انت لو عايز تستفيد وتساله يبقى كتر خير الكابتن ان هو يعرفك. فخلاصه الكلام مش هقول لك ان دي تبقى ريد فلاج، ولكن تبقى جرين فلاج لو الكابتن دايما بيشرح لك احنا ليه عملنا ده، ودايما بيرد على كل اسئلتك، ودايما عايزك تطور من نفسك وتكون احسن. دي حاجه ممتازه. واخر حاجه تخلي بالك منها بعد الاشتراك، هل فعلا انت بتتطور ولا انت حابب وجودك مع الكابتن؟ لان في كلاينتس كتير قوي ممكن تكون حابه وجودها مع الكابتن، ولكن لو ركز فعليا هو بيتطور ولا لا ممكن ما يلاقيش اي تطور، بس هو مبسوط. بص خلينا مع بعض. فدي حاجه جميله جدا، ولكن لازم برضو تخلي بالك ان انت يعني بيقولوا ان انت المفروض تتطور. وبس كده. لو انت حطيت في الاعتبار كل الحاجات اللي انا اقولها لك دي هتعرف تختار المدرب الصح، والمدرب فعلا اللي تكمل معاه، والمدرب فعلا اللي يعرف يوصلك لهدفك. وانت ككلاينت ما تخافش من فكره المدرب النصاب او المدرب اللي هو ايه ده هيضحك عليا، ده هيرد عليا كل فين وفين، انا فلوسي راحت في الارض. لان حرفيا المدربين اللي بتبقى زي دي هي بتطلع وقت بس، وقت مؤقت جدا، وبتلاقيها نزلت واختفت ولا تسمع عنها دلوقتي. فانت ككابتن لو مش بتاع ربنا في الفلوس وما عندكش ضمير، صدقني هي مساله وقت وتلاقي نفسك اختفيت تماما من المجال. فطبعا مع الوقت بتبدا تخسر التراست اللي بينك وبين العملاء، والورد اوف ماوث كمان بتكون وحشه جدا. تخيل انا كشخص بقعد مع اصحابي على القهوه يقول لي انا بفكر اشترك مع الكابتن ده، اقول له لا 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 ده ما بيردش عليا. فشخص واحد منع دايره كامله من ان هي تشترك معاك، والدايره دي لو قعدت تمنع كل اصحابها لان حرفيا مع الوقت انت بتختفي وبتنزل لتحت، ولا اكنك جيت ولا دي ام في اونلاين كوتشنج، وفي الاخر يا باشا تعمل عرض على 3 شهور ب 100 جنيه ومحدش هيعبرك. واخر حاجه بقى هي موضوع القبول والشخصيه بتاعت الكابتن. طبعا ممكن تبان حاجه تافهه جدا دلوقتي تقول لي انا هشترك مع الكابتن عشان انا مرتاح له نفسيا، والاجابه لو انت فعلا حاسس ان انت مرتاح مع الكابتن ده ومرتاح لشخصيته، فده هيكون عامل كبير انه يوصلك لهدفك، لان انت هتكون حابب طريقته وحابب المعامله بتاعته. وبس كده. لو انت فعلا استفدت من الفيديو ده اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش السبسكرايب لان احنا لسه بنقل الشانل وبنقول بسم الله.